السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ النهاردة بقى قلت اشارككم كده الغدا بتاعنا. هعمل ان شاء الله بإذن الله مكرونة بصلصة. الصراحة ما كنتش عارفة اعمل اكل ايه، فقلت اعمل مكرونة بصلصة مع كبدة. اشتريت اهي المكرونة دي، مكرونة سايبة عشان ما عنديش الصراحة. لسه هبقى انزل اجيب كده شوية حاجات. فجبت دي نص كيلو بس، لان العيال مش بيحبوها قوي. ودي كانت قوطة عندي في الفريزر طلعتها، وليمون عشان اغسل بيه الكبدة. وده البصل اللي هعمل بيه. انا مش هعمل ببصل كتير، هوريكم انا هعملها. هعمل الكبد، هي كبد وقوانص، هعملها بطريقه سهله كده وخفيفه. ودي اشتريتها عشان اقطع عليها البصل. ما بعرفش اخرط البصل على ايديا من يوم ما اتجوزت، ما بعرفش ان انا امسك بصلايه واخرطها وكده، ما بعرفش. فاشتريت دي ب50 جنيه اهي. جبتها تنفعني اقطع عليها الحاجه وكده. وهنا كان عندي صدر فرخه في الفريزر، طلعته قطعته الجنة. هعمله لها برضو بانيه، لانها ما بتحبش الكبد والقوانص جنب المكرونه. وادي الكبد والقوانص اهي. لسه ما غسلتهاش، انا نقعها بس في شويه ميه. عندي بس طبقين كده في الحوض ده هغسلهم. بحب انضف الحوض الاول علشان اعرف اشتغل، يعني اعمل الاكل على نظافه. فهغسل الاول الطبقين وبعد كده هوريكم هعمل ايه. شوفوا بعمل المكرونه بطريقه حلوه وبتطلع جميلة. وهوريكم برضو طريقة كبدة كده سهلة على السريع، تبقى خفيفة برضو، لاني مش عارفة والله نعمل اكل ايه. زهقنا من الاكل يعني. مش قصدي يعني اني زهقت، بس مش عارفة اعمل اكل ايه. فقلت اعمل المكرونة واعمل معاها كبدة واحمر معاها بانيه الجنة. فخليكم معايا، هوريكم الخطوات بطريقة سريعة. ما تنسوش يا حبايب قلبي، اللي مش مشترك في القناة يشترك وتحطوا اللايك. خليكم معايا اغلى اخوات حبايبي. هنا حطيت المكرونة، المية غلت. انا بكسرها على 3 عشان العيال يعرفوا ياكلوها اهي. ما بحطش على المية غير ملح بس. الزيت بحطه بعد ما بنزل المكرونة عشان تبقى مفلفلة، ما تبقاش لازقة ببعضيها اهو كده. وهنا غسلت البانيه، ما كنتش عارفه اقطعه زي الراجل الصراحه، فقطعته حتت بايخه. فهعمله لها رفيع كده، هعمله بطريقه حلوه كده. شوفوها معايا كده، شفتها بس مش عارفه بيسموه ايه. فهعملها بالطريقه دي. وعصرت عليه ليمونيه وسايباه. وهنا برضو الكبد والقوانص انا مش هقطع حتت صغيره، انا بس هي القوانص اللي قسمتها كده عشان بتاخد سوا كتير اهي. وادي الكبده برضو اهي. كده انا غسلتهم ونقعتهم بليمون. على ما اخلص هروح دلوقتي احضر بقى للصلصه، عشان اعمل في نفس الحله اللي عملت فيها سلقت فيها المكرونه. المكرونه كده كده ما بتاخدش 10 دقايق على النار. فاروح منزلاها واروح عامله في نفس الحله. خليكم معايا يا حبيبي. قطعت هنا البصل اهو خلاص. وهنا حضرت الطماطم لسه هضربها. دي قوطه وحط عليها شويه بابريكا، وحاطه ملح وفلفل وكمون ومكعب مرق. وده التوم اللي هعمل بيه المكرونه. بصوا حبايبي، انا بعملها بتوم، بس بما اني عامله بصل قلت اخد كده حته بصله كده تحلي برضو طعم الصلصه. بس انا بحب اعملها بتوم. المكرونه بتوم احلى. مش عارفه محمد ابني ضيع لي المعالق الخشب، مش عارفه المعالق فين. هسيب البصله بقى تصفر شويه، وهنزل عليها بحته التومه، وهضرب الطماطم وهنزلها عليها. وهروح بقى احضر للبانيه وللكبده. نزلت هنا حبايبي بحته التومه زي ما قلت لكم. انا عندي التومه ببقى شايلاه في الفريزر اهو. نزلت بحته بقى تتشوح كده مع حته البصلايه. انا بعملها بتوم زي ما فهمتكم، بس بما ان عندي بصل يعني ما يمنعش. كلها تحل الطعم اهو. تشوح بس كده سنه، ثم الحته تطلع بس، واروح نازله على طول بالطماطم اهو. بس انا مش عايزاها تتحمر ولا تاخد لون ولا اي حاجه، هي اتشوحت كده مع البصله وخلاص. هنزل عليها اهو بعصير الطماطم اهو. لو عندك معلقه خلطه حطي على الطماطم، انا ما عنديش الصراحه اهي. بس واسيبها بقى ايه تتسبك. الصلصه فيها كل حاجه، حاطه فيها مرقه وحاطه فيها شويه بابريكا وحاطه فيها ملح وكمون وفلفل وكل حاجه. هحضر بقى الكبده على ما الصلصه تتسبك. تبلت هنا شويه البانيه الجنة اللي قلت لكم عليهم. طبعا انا عشان ما عرفتش اقطع زي الراجل فقطعتهم كده. هعملها بطريقه حلوه كده البانيه ده، او قطع الفراخ دي مش عارفه بيسموها ايه زي ما قلت لكم، بس غير من ايه ما بنعمل خطوات يعني البانيه التاني. انا هنا حطيت كمون وفلفل اسود وملح وطبعا البصله
تتنقع فيها كده تدي طعم للفراخ. وغسلتها كويس قوي بالليمون وسنه خل. وهنا علشان احضر للكبد والقوانص بصله اهي مع شويه زيت سمنه زبده زي ما انت عايزه تحطي حطي. معلش لو المعلقه صوتها رخم، الواد محمد ضيع لي المعلق مش عارفه حطيتهم مخبيهم فين. هسيبها كده تدبل بس دقيقه وارجع لكم تاني. حبايبي حطيت على البصله شويه كمون وشويه فلفل اسود علشان اتبلها. هاخر في الملح بس دلوقتي. وحطيت مكعب مرق برضو انا بحبه بيطعم الاكل الصراحه. هنزل دلوقتي لقيت عندي قرن فلفل رومي اهو، هنزل عليه. ده سلام بقى لو فلفل حامي، بس انا جوزي ما بيحبش الاكل الحراق. لو فلفل بقى شطه ده بيبقى طعمه تحفه وبيخلي طعم الكبده حلو قوي. نعملها بطريقه خفيفه. انا كل مره بعملها معاكم بتبقى البصله كتيره، لا انا مش عايزاها كتيره. وهنزل بقى يا حبايبي عندي حته تومه اهي عشان تكون ريحتها حلوه. طبعا انتوا عارفين التوم بيحلي ريحه الاكل اهو. تتشوح بقى حته التوميه معاهم برضو حلوه التوميه دي. ما تنسوش اللي وصل لحد هنا حطوا اللايك يا بنات يا بنات ويا ولاد اهو يا حبايبي كده اهو. انزل بقى بالقوانص. انا طبعا جايبه نص كيلو مش كتير، على قد جوزي على قد اكله وخلاص اهو. هشوحها كده. انا نزلت بالقوانص الاول لانها بتاخد سوا عن الكبده، انما الكبده تقلبتين وارمي على طول بتستوي بسرعه. هشوحها بقى كده. معلش لو كنت يا ولاد ملخومه، الواد محمد ابن الرخم واقف جنبي فخايفه انه يتلسع اهو. تتشوح كده بس دقيقه عشان تاخد من ريحه الثوم وتاخد من ريحه البصله اهو. بعملها معاكم اهو. جميله قوي كده على فكره، وبتبقى ريحتها جميله. الثوم بيخلي ريحتها عسل 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 اهو. بس هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل عليها بربع كوبايه ميه علشان تسهل سوى القوانص عندي، لان القوانص زي اللحم كده بتبقى ناشفه شويه عن الكبده فبتبقى محتاجه سوى اهو. بس كده زي الفل. هعلي بقى النار عليها شويه وهغطيها وهسيبها، ولما قرب ما هتخش في السوى هنزل عليها بالكبده. عايزه اقول لكم ان البصلايه دي بتعمل صوص كده في الاخر بيبقى طعمه عسل اهو. وحتتين البانيه بتوع البت جنى حطيتهم في التلاجة علشان التتبيله تشرب منهم على ما اخلص. حبايبي هحضر هنا بقى البانيه. بصوا انا جبت بضايه مع معلقه دقيق لان الكميه طبعا مش كبيره، مع شويه كركم مع سنه فلفل اسود سنه كمون سنه ملح. خدوا بالكم من الملح عشان احنا متبلين البانيه بملح. هاخد البانيه هنضفه من البصل وهحطه في العجينه دي وهعمله عشان يدي طبقه كده حلوه وتبقى مقرمشه وتبقى حلوه، غير طبعا طريقه البانيه العاديه. البانيه انا طبعا بعمله كده بالبصله والتوابل وبحط عليه بضايه وبعمله في البقسماط. المره دي قلت اجربه كده اعمله بالعجينه دي كده نشوف كده نجرب مع بعضينا. وهنا الكبده انا نزلت بيها بعد بعد القوانص ما دخلت في السوا اهي، موطيه عليها النار وسايباها تستوي بقى براحتها وتشرب من طعم التوابل والحاجه وتشرب ميتها اهي عشان الدخان بس مش مبين اهو. والصلصه هنا خلاص عندي قربت اهي تتسبك. هحط عليها المكرونه وهقلبها وهرجع لكم بعد ما الاكل يخلص عشان ايه وقت الفيديو ما يطولش. طبعا هنا هنقع البانيه وهحمره اللي هو هطلعه من العجينه دي واحطه في البقسماط عادي واحمره ونشوف كده نجرب. انا اول مره اجربه كده. حبايب قلبي انا خلاص خلصت. ادي البانيه اهو حلو يعني ما شاء الله. ده صدر فرخه وطالع مقرمش وجميل والله وطعمه عجب جنى. انا اول مره يعني ازود دقيق في العجينه اهو. عملته لها طعمه حلو وطري وطيت عليه النار عشان يستوي ما يتحرقش اهو يا حبايبي. وخلصت الكبده اهي بس زي ما متعوده معاكم انا مش بخرف دلوقتي لما بيجي بقى جوزي ياكل. وادي المكرونه الجميله بتاعتنا خلصتها اهي برضو. وده كان نهايه الفيديو عشان ما اطولش عليكم. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.